السلام عليكم. اليوم اشترينا دجاج جديد وحبيت اوريكم اياه. طبعا هذن البالونيات مو اليوم اشتريته، بس دجاج حلو ورخيص، يعني مناسب سعره. طبعا خليتن هنا، ما خليتن ويا الكبار بسبب خطية صغار وبلشن يعني يتعاركن وياهن، اذنهن حيل، فعزلتني انا. طبعا كلهن دجاجات. اخذت الزوج ب25,000 عن طريق الفيسبوك. عن طريق الفيسبوك يكون افضل من ما تاخذه من سوق الغزل. يعني سوق الغزل يعني مع الاسف اكو هواي بيغشون، فدائما يكون الشراء على الفيسبوك افضل. خلينا نرجع على الدجاجات العربيات اللي اشتريناهن البارحة وضفناهن للمجموع. اخوان هذا العلف مالتهن مخبوط درجة أولى، دا أنطيها. هذا العلف، هذا المخبوط بدون حنطة. اكو مخبوط يجي بحنطة واكو بدون حنطة، وبيه ذرع عالية، كمية الذرع عالية. خلينا نجي للدجاجات. هذا الدجاجات العربيات كلهم جديدات مثل ما تشوفون. هاي همين جديدة الحمراء السوداء البياضة، بعد اكو وحدة رصاصية بس ما نشوفها. او جودة بيض ما ادري، بس اعتقد الدجاجة الرصاصية طفرت من القفص. شوف شلون طلعت، ما اعرف ذيك الفتحة يمكن، ما اعرف. بس هسه القيها بالمزرعة، شوف وين طالعة. هسه القيها احتمال ورا البيت رايحة، ما اعرف. ونرجع على موضوعنا. هذا المخبوط تشوفون اغلبيته ذرة وخرطمان، هذا كله زين. وبالنسبة للحنطة يعني هو اذا تقولون الحنطة مفيدة، فهي نعطيها نعطيها عن طريق الخبز. الخبز مكوناته هي حنطة مثل ما تعرفون، فما ماكو داعي يعني بعد اعطيهم حنطة. شوف الدجاج أليف ما شاء الله ويبيض، جنة 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 جنة. هاي صراحة نطلعهن على المسرح ونعطيهن العلف، بس حبيت اوريكم اياهن. هذين الدجاجات العربيات. ليش دجاج عرب خليت ويا هاي الديكة؟ شوفون هاي الديكة تطلع من عندي، ان شاء الله اسوي لكم فيديو خاص ليش خال وياهن هاي الديكة فقط. هذا الديك الهاجرمو البياض، الدجاج البياض ديك مالته والبراهمة. ان شاء الله اسوي لكم فيديو واوريكم الافراخ اللي راح تطلع من عندهن. خلينا نفتح البوابة، خلينا نطلعهن على المسرح. اللي طلعن شوية بس، بعد عندي دجاجة والله خل اشوفها ادورها، لازم الاقيها احلى وحدة بيهن. بدون عريق بنات طبعا. هاي كميته تقريبا كيلو، كلش كافي لهاي الدجاجات ما عدا الخبز اصلا زايد، يعني بالزايد مثل ما نقول. حطيت اللهم صل على محمد وآل محمد. صحة تمام. هسه نروح نشوف المبايض مالتهن ايش بيهن من بيض. طبعا اخوان اقدر اتيهن انا بالحديقة وخليني اتمرن بالحديقة، بس حاليا ما اقدر لان عندي كلاب مؤذية حيل. مكرم السامع يعني
ما يخلنهن اكله من عندهن هواي والله. من هذن الحمر كان الحمر هواي عندي، حتى بيض هذا الهاجر من كان هواي. بس ما متفرغ لهن فاذنهن. اخوان الدجاج من تشتري دجاج عرب اي دجاج اي نوعيه انصحك يعني، وانا ما ابخس بحق سوق الغزل، بس انصحك بالفيسبوك. الفيسبوك شويه افضل، يعني هو هذا الشخص من يبيعها عن طريق الفيسبوك راح تروح له انت للبيت، فشويه تصير بيها مخاجل، شوي يحاول يبيع لك دجاج مضبوط يعني زين ما يغشك. دجاجات عارفين. فأنصحك تشتري عن طريق الفيسبوك. مو كلهم نزهاء أو زينين، لا، بس يكون شوي مخاجل وأنت راح تروح له للبيت راح يبيع لك دجاج زين صح. اكو ناس هي ما تريد تروح السوق الغزل، يعني اكو ناس مثلا موظفين دكاترة، والله الدكاترة يربون دجاج يعني عادي. ذاك اليوم اشترينا من عندهم براهما، ما نروح السوق الغزل، انا اعرفهن على الفيسبوك وابيهن عن طريق الفيسبوك، فما بيها شي، ويكون الدجاج افضل وانظف من نبيعه سوق الغزل. دجاجات عربيات حلوات والله. الزوج على 25 يعني اسعارهم العرب 25 و30. اوه هذول يشوفون صغار بالعمر يعني، وبياضات صدق بياضات، فحصتهن بياضات، لو ما فحصن بياضات كان ما اخذتهن. مو كلهن طبعا بس فحصت اغلبهم بيهن بيض. هلا نروح ندخل على القفص مالتهم ونشوف المبايض. المفروض بيضات يعني طافحة بيهن بيض، يعني اشتريتهم بيهن بيض، وهسه ما جاي اشوف بالقفص فاكيد بيضات بالمبايض. يا الله. هاي المبايض اللي سويناها شرحت لكم عنها، خبلتني الدجاجة هاي الرصاصية وين راح الاقيها. ما شاء الله هاي بيض، شوفوا بيض دجاج عرب. هاي بيض زين. هناش عندنا بيضة واحدة، تشوفون بيضة واحدة. هذا البيض احتمال راح اكله بالبداية للأكل يعني للمائدة حاليا، انتظر وجبة وجبتين ثلاثة يمكن 3 أيام 4 يلا اقدر ارقده، يعني اضمه وارقده، لان هذا البيض يمكن ما ملقح او ملقح من دجاج عرب، يعني مو من هذا الديك اللي عندي، فراح استخدمها للمائدة للأكل طبعا، وبعدين نجمع البيض مالتهم ونخليه للترقيد. ربي يوفق الجميع. خلي اوريكم اكو شغلة حلوة يعني صار لها تقريبا سنة ما موجودة، اللي هي نهر دجلة. هواي من عندكم مكاناتهم يعني مو قريبة على النهر، خلي اوريكم نهر دجلة شوية صعد، وهذا الشيء زين للعراقيين كلهم، لان المي راح يصير انظف اللي يجينا عن طريق البواري، يعني المي اللي نشربه خاص الشرب يكون انظف. نخلي البيضات هنا. هاي السادة مال الحمر، هذن البالونيات. خلنا نتوجه النهر دجلة. خلنا نطلع من المزرعة، خلنا نطلع من باب المزرعة. نوريكم من قريب.
شلون صغيرة. هاي وين الاقي هالدجاج انا بهاي الهوسة؟ اكيد طفرت هنا بالمزرعة. وهذا نهر دجلة. شوف النهر شلون صاعد ما شاء الله. هاي طبعا صار له سنة ما صاعد هيك، كانت طين لحد هذاك الزرع اللي تشوفوه كان طين قاعد نمشي عليها يعني بحث. بس هسه صار له تقريبا 4 ايام من بلش يصعد. خلينا ننزل جو. ابو علي الله يساعدك يا حبيبي. يا حبيبي شلونك؟ ما شاء الله صاعد المي يوم على يوم دا يصعد. ابو علي هنا اخونا سماك اصلي كرادي. كرادة قريبة اخوان ترى علينا، مثل ما تعرفون منطقة الزعفرانية قريبة عليها الكرادة. ما شاء الله فالمي صاعد، هذا شيء كل زين. بالرغم هو وسخ لان من ينزل تتجمع بيه الوساخة، هذا شيء طبيعي. وربي يوفقكم ويوفق الجميع ان شاء الله. استفسار اكتبوا لي عن الدجاج عن غيره ان شاء الله اسوي فيديوهات واجاوبكم عليها. اذا اسئلة مهمة تخص جميع المشاهدين اسوي لكم فيديوهات ونجاوب عليها. ربي يوفقكم.